السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم الأحد المقبل 30 أغسطس سيكون موعد انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق، والتي ستعلن الحدود الدنيا لها خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى. من المتوقع إن شاء الله، ده كلام إحنا بنقوله بناء على توقعات وحاجات أو مصادر أخرى، إن العلمي هيكون من 78% والأدبي هيكون من 68%، وكنا عملنا فيديو عن الموضوع ده. لو عايز تشوفه تقدر تخش على القناة وتشوفه. وأضاف المصدر في تصريح خاص لصدى البلد أن دخول كليات القمة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية أمر وارد، ولكن لا يمكن تحديد ذلك قبل انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق والتعرف على رغبات الطلاب. يعني بمعنى أصح إن إحنا ممكن ننزل صيدلة مرحلة تانية، ممكن ننزل علاج طبيعي مرحلة تانية، ممكن ننزل بيطري، طب بيطري مرحلة تانية، هندسة ممكن تنزل مرحلة تانية. كل الكليات القمة اللي بتسمى بكليات القمة ممكن تنزل مرحلة تانية. عادي مفيش مشكلة، ولكن ده هيتحدد بعد المرحلة الأولى ما تخلص، عشان نشوف هل في عجز في الأعداد أو إحنا محتاجين أعداد زيادة للكليات دي ولا لأ. فادعوا وقولوا يا رب إن شاء الله تنزل بعض الكليات الكويسة، أو كليات القمة بما تسمى بالقمة، يعني مرحلة تانية، عشان كل واحد يلاقي مجهوده أو يحس بتعبه اللي هو عمله. ده كان كل حاجة في الفيديو. عندك استفسار أو سؤال تقدر تسيبه في الكومنتس إن شاء الله ونرد عليك. أشوفكم في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.